يا مساء الفل على كل حبايبي. قبل ما نتكلّم في الكورة وأشرف داري فيريرا والمستحقات ومحمد عواد ونتكلّم في الكورة والمنتخب قبل ما نخُش في المواضيع دي كلّها عايزين نتكلّم هو أنا في حاجة استفزّتني بصراحة، يعني أنا دايمًا اللي هيستفزّني أطلع أتكلّم فيه، ما حدّش يزعل منّي. هي حاجة يمكن بعيدة عن الكورة بس ملمّسة في الكورة، مسلسل ابن النادي. أنا اتفرّجت بالصدفة امبارح على حلقة أو 2 فما عجبنيش حاجتين كمشجّع بقى وكواحد بيحب الكورة وكواحد بيتابع الدوري المصري أيًا كان بقى انتمائه إيه، فأنا كان في لقطتين 3 ما عجبونيش ومش شايف إن هم ليهم لازمة، يعني أو شايف إن هم ممكن يتعملوا أنا مش ناقد فني، أنا مش بانتقد العمل الفني، أنا باتكلّم كمشجّع كورة. أولًا أنا باحب أحمد فهمي كممثل، في أعمال كتير ليه باحب أتفرّج عليها، لإن أنا باحب طبعًا الحاجات الكوميدية. بس إن أنت ييجي مشهد مثلًا، فتيجي صورة كابتن الخطيب، فقدوة ومثل وأعلى وتمام زي الفل. تيجي صورة كابتن ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، ما أعرفوش، طب ليه؟ يعني معلش أنا آسف ليه؟ ليه بتقلل من حد؟ ما أنت ممكن تقول مثلًا إيه، لأ أنا مش هينفع أبقى الشخصية دي، هي الفكرة إن هو كان بيدوّر على شخصية عشان هو يبقى رئيس نادي وهو ما لوش في الكورة، فبيدوّر على شخصية يبقى زيّها. فجاب كابتن خطيب قال لك لأ ده قدوة ومثل يا ريت أبقى زيه بس مش هاعرف أبقى زيه، تمام. كابتن ممدوح عيد قال لك لأ ما أعرفوش، إيه ده مين ده؟ طب ما أنت ممكن تبقى في حاجة تانية من غير ما أنت تقلل أو تتهكم أو سخرية أو ما عجبتنيش. التانية إحنا في نادي مش معانا فلوس عايز أنا عايز أشتري زيزو، ده أنت حتى ما ينفعش تقعد مع أبو زيزو. طب إيه اللي دخّل زيزو وأبو زيزو والحوار والفلوس و هل أنت عايز يعني معلش العمل الفني ده عايز ينجح على حِس الأهلي والزمالك والجمهور والتعصُّب والتقليل من ما أنا ممكن أقول مثلًا في لقطة بيراميدز دي، ما أنا ممكن أقول لأ ده نادي معاه فلوس كتير وأنا مش معايا فلوس كتير مثلًا وآخُدها بكوميدية آخُدها بأي طريقة تعجبك أنت، أنا مش ناقد فني أتكلّم فيها. فدي نقطة أنا حبّيت أتكلّم فيها لإن أنا فعلًا بصراحة مش عاجبني اللعب على مشاعر الجماهير بالذات أهلي وزمالك في المواضيع الحساسة بالذات.